عايزه بقى اقول لكم طريقتي المعتمده علشان تطلعي شوربه تجنن. شوربه لحمه ازاي تسلقيها وتطلع معاكي اللحمه دايبه دوبان والشوربه رايقه زي ما انتم شايفين كده. بس قبل ما ابدا، انا اسمي مروه. لو اول مره تشوفيني وتتابعيني ما تنسيش تشتركي في الصفحه والقناه وتفعلي جرس التنبيهات عشان ان شاء الله يوصلك اشاراتي دايما. تعالوا بينا نشوف هنعمل العظمه دي ازاي. معلقه من السمنه البلدي محترمه، وهننزل بيها في الحله بتاعتنا، وهنزل بقطع اللحمه بتاعتي. تمام. عايزه اديها صدمه، والصدمه دي مهمه جدا. هبتدي اشوحها على الناحيتين بالشكل ده. الصدمه دي يا جماعه بتخلي العصاره بتاعه اللحمه تحتفظ بيها، يعني اللحمه ما تنشفش معاكي، تكون طريه جدا. بصلايه محترمه متقطعه قطع صغيره، وكمان طماطمايه مبشوره بالمبشره، واتنين ورق لورا، ونص معلقه صغيره بهارات لحمه وزيهم فلفل اسود. وهنشوح الكلام الحلو ده مع بعض. الريحه بقى هنا تجنن، خطيره. حطيت كمان معلقه من السكر، ما تستغربوش، السكر بيساعد ان اللحمه ما بتاخدش سوا خالص على النار. ميه مغليه تكون في الكاتل كده، غاليينها كويس جدا، وننزل بيها بالشكل ده. حطيت كمان 3 فصوص من الحبهان. سبتها بقى تاخد وتدي مع نفسها، اخدت تقريبا نص ساعه. الشوربه رايقه بدرجه مش طبيعيه، خطيره بجد، تجنن. من احلى المرقه اللي ممكن فعلا تعملوها. شايفين اللحمه دايبه دايبه جدا. جربوا الطريقة دي، سهلة وبسيطة جدا. بما ان المرقة الحلوة دي موجودة، لازم نعمل بيها عظمة النهاردة. تعالوا بينا نعمل الاول لسان العصفور. بس قبل ما نعملها عايزة كده اوريكم شكل اللحمة وشكل المرقة قد ايه تجنن. شايفين يا جماعة رايقة جدا، مفيش بقى ريم ولا في الحاجات اللي بتبقى ظاهرة من على الوش دي، خطيرة فعلا. فحل على النار بقى معلقه من السمنه البلدي وشويه من لسان العصفور، وانا كمان بحب احط معاها شويه صغيره من الشعريه، دي طبعا اختياريه. عايزه احمرهم بالشكل ده لحد ما تاخد اللون الذهبي الغامق ده. في المرحله دي هبتدي انزل بنص كوبايه من الميه المغليه، ميه مش مرقه، تمام كده. واسيبها كده تاخد وتدي يا دوب دقيقتين. الحركه دي ما بتخليهاش تعضعض معاكي، بتكون حلوه جدا. وقت التقديم بقى بتضيف المرقه بتاعتك، مرقه اللحمه بتاعتك. تحفه يا جماعه، تجنن بجد، خطيره. عايزه اعمل معاكم كمان، بصوا انا عايزه استغل من الاخر يعني المرقه. كان عندي قلقاس بقى مفرزاه في الفريزر على قد الوجبه، حطيته في الحله بالشكل ده، وهضيف عليه المرقه التحفه بتاعتنا دي. وهسيبه بقى ياخد غلوتين 3 مع بعضه كده لحد ما احس ان القلقاس ابتدى يستوي. السلقه انا بفرزه بقى في الفريزر، بسيبه كده يعني بيبقى خطير معايا، بيقعد من السنه للسنه. عايزه اقول لكم طريقتي في السلق بعمله ازاي. بجيب كميه محترمه جدا من السلق، واحطه في حله على النار بعد ما بغسله طبعا واصفيه كويس جدا، واحط مع النار لحد ما الميه بتاعته تشربه تماما، واحس انه ابتدى يبقى عامل زي ورق الشجر بينشف. ببتدي احط بقى اضيف التوم بتاعي، يعني راسين توم محترمين كده، واشوحهم فيه. تمام. بعد كده بضربهم في الكبه او في الخلاط، وبسيبهم في العلبه. باخد 3 4 معالق في كل وجبه، خطير، يقعد معاكي من السنه للسنه. هبتدي اضيف بقى السلق بتاعي بالشكل ده، غلوه واحده بالظبط بعد السلق، وتطفي عليه وهتاكلي احلى قلقاس. المرقه مهمه جدا يا جماعه بجد، لما بتطلعيها رايقه بتفتح نفسك كده انك تعملي بيها اكلات حلوه كتير. وكمان بتظبط الاكل قوي. القلقاس ده العشق بتاعي بقى. خطير بجد، بموت فيه. عايزه اوريكم بقى شوربه لسان العصفور قد ايه تحفه. شايفين خطيره ازاي، طعمها وريحتها بجد تجنن. جربوه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش لايك وشير. اتمنى تقوليلي من اي بلد انتي بتتابعيني، وقوليلي رايك ايه في وصفاتنا. اشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. باي باي.